السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض حلويات المولد، مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا احنا عارفين كلنا ان هو على الابواب، وهنعمله بقى النهارده. هنعمل بقى الفولية والسمسمية والسودانية، دول طبعا احلى حلويات احنا بنحبها انا وولادي في الحلويات. بنحب دايما الحلويات اللي هي العلف. فتعالوا بقى نعملها مع بعض. وعايزه اقول لكم ان اول مره الصراحه اعملها في حياتي، فتعالوا كده بقى ايه نجرب مع بعض كده ونشوف هنعملها ازاي. طبعا زي انا معايا بقى من كل حاجه ربع كيلو، يعني ربع سوداني، ربع سمسم، ربع حمص. وطبعا منقياهم كويس كده ومنضفاهم. ومعايا بقى لكل ربع كيلو ليه كوباية من السكر، يعني معايا 3 كوبايات سكر عليهم كوباية من المية. كل ربع كيلو يا جماعة، ربع سوداني او ربع الحمص او ربع السمسم، لهم كل واحد ليه كوباية. جمعت ال3 كوبايات مع بعض في بولة كبيرة، حطيت عليهم كوباية من المية. وهنزل بعد كده بعد ساعة ما يغلوا كده غلوة، هنزل عليهم بعصرة من الليمون وذرة من الملح عشان تعادل الطعم معانا. ومعانا بقى صينية ألمونيا كبيرة كده علشان ندهنها بقى بالزيت، علشان هنصب فيها الحلويات بتاعتنا، علشان لما نيجي نطلعها ما تلزقش مننا وتمسك. طبعا دلوقتي بقى الشربات بتاعنا بقى بدأ يغلي اهوت، هغطيه بقى بالغطا ده علشان ما يتعملش الحلة. السكر ما يطلعش على جدار الحلة زي ما بشاور لكم كده، اقول لكم السكر هيطلع على جدار الحلة ويكرمل مني. فالغطا بيخلي البخار ينزل لو فيه اي سكر على الجدار بتاع الحلة. بعد كده بقى اسيبه كده ياخد غلوتين، واول ما يبدا بقى كده يكرمل معانا وابدا احس بقى كده ان هو اتسبك كده واستوى، هنزل بقى بالليمون وبالفانيليا. واخر حاجه هحطها معايا هي الكربوناتو، معلقه من الكربوناتو ديت الملح. دي معلقه ملح يا جماعه، وده الليمون اهوت. هسيبهم برضو يغلوا كده غلوه بالليمون، بعد كده هنزل بالفانيليا. واخر حاجه زي ما قلت لكم هحط اللي هي الكربوناتو، معلقه الكربوناتو. وطبعا لو عندك عسل كلوكوز حطي معاك، حطي معلقتين. ما عندكيش عسل كلوكوز ممكن تحطي عسل نحل زي ما انا حطيت كده. طبعا بقى هسيبه برضو ياخد له زي ما انا قلت لكم كده غلوه. واخر حاجه هطفي عليه بعد ما احط العسل، هسيبه ياخد غلوه كده، وبعد كده هحط الكربونات. طبعا لوس اللي لحد كده ما يبخلش عليا باللايكات، واللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم كل وصفاتي. انتوا بخلانين عليا يا جماعه جدا بالكومنتات بتاعتكم، بخلانين عليا باللايكات وبالاشتراكات. يعني انا عايزاكم كده تقفوا جنب مني، وانا بعمل لكم وصفات حلوه، وبجيب لكم وصفات، وبجيب لكم يعني حاجات كده لذيذه وحلوه. انتوا يعني من النوبه اللي فاتت، انتوا يعني الفيديو اللي فات اللي هو فيديو البليله، مقصرين معايا جامد فيها قوي، ما يعني ما فيهوش مشاهدات خالص. انا يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا يعني بتعب على ما اعمل لكم الحاجات ديت، وبتعب ذهنيا وجسمانيا علشان اعمل لكم الفيديوهات دي. فبالله عليكم لازم تقفوا جنب مني وتشجعوني. ويعني انا الفيديو ده اول مره بعمله. فطبعا لو عجبكم بقى الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايكات ولا بالكومنتات بتاعتكم ولا بالاشتراك. ولو ما عجبكوش برضو يكفيني شرف المحاولة ان انا حاولت ان انا اعمل حلويات، وكانت اول مرة ان انا اعملها في حياتي. طبعا دلوقتي بقى السكر بتاعنا خلاص اهوت بدأ بقى ان هو بعد طالما بيغلي كده وبيعمل رغاوي يبقى كده خلاص قرب بقى ان هو يستوي. هحط له بقى معلقة البيكنج باودر وهقفل عليه. كده بقى هحط له معلقة، دي معلقة البيكنج باودر. اول ما احطها على طول هقفل عليها واطفيه،
واسيبه خالص لما يهدى براحته. انا بوريكم انا طفيت عليه اهوت. هشيله بقى واركنه واسيبه لما الرغاوي والسكر بتاعنا يهدى كده، ونروح الحمص بتاعنا او السمسميه او السودانيه، هنحمصهم بقى. لازم ياخدوا كده تحميصه خفيفه. طبعا هو انا اول ما حطيت الكربوناتو لقيت كده اللون بتاعه اتغير، مش عارفه ده من الكربوناتو ولا من الفانيليا، بس هي بتالي من الكربونات، لان اول ما حطيت على طول الكربوناتو واللون بتاعه اداني لون محمر كده. فما تقلقوش ما تخافوش. هنيجي بقى للسمسم بتاعنا نحمصه ونعمله كده تحميصه خفيفه على نار هاديه كده. عايزين طبعا يكون كل حاجه معانا متحمصه وتكون حلوه. انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي سنتين، القناه بتاعتي بقالها سنتين، وكنت عملت فيديوهات وكانت اتفعلت، بس للاسف حصل يعني بنتي كانت بتنقل القناه بتاعتي على تليفون جديد، فضيعت لي، تعتبر ضيعت لي، ببدا من اول وجديد. لان يا جماعه انا كنت عملت فيديوهات كانت كبيره قوي، كانت جابت معايا 15,000 و2000 وفيه 3، بس للاسف يعني اتحذف لي 100 فيديو بحاله، فبيعتبر ان انا بعمل من اول وجديد. فانا يعني بقالي سنتين، يعني بالله عليكم تحاولوا انكم تقفوا جنب مني وتساعدوني، لان انا والله زي ما بقول لكم ان انا بتعب على ما بعمل يعني المحتوى ده، وعلى ما اعمل لكم اشوف لكم الوصفات اللي اعملها لكم، بنقي لكم يعني احلى الوصفات. فيعني دعموني وقفوا جنب مني يا جماعه. يعني انا بتيالي انا بشوف قنوات بتبقى تافهه جدا وما بتعملش اي محتوى، وبص الاقي المشاهدات عندها عاليه والاشتراكات عاليه، لكن انا بقدم محتوى يعني حلو وكويس. فيعني مش شايفه منكم انكم يعني مدعميني خالص، فعايزاكم تدعموني يا جماعه، يعني بالله عليكم تدعموني كده وتقفوا جنبي مني. انا طبعا يعني ثقتي في الله وفيكم ان انتوا هتقفوا جنب مني وتدعموني، لان انا يعني ببذل اقصى جهد ان انا اعمل لكم واجيب لكم الوصفات الحلوه اللي تعجبكم. فيعني ما تبخلوش عليا انتوا بالاشتراك ولا بالكومنتات بتاعتكم. يعني حتى انتوا كمان بخلانين حتى انك تقولوا حتى كلمه كده تشجعني، يعني لا لايكات ولا كومنتات، مش عارفه ليه يا جماعه. طبعا انا بقى بعد ما حمصت السمسم، خدت بقى كوبشتين كده من السكر وقلبتهم مع بعض. وطبعا عندي الصينيه الالومنيا زي ما قلت لكم كده، كنت دهنه فيها زيت، ونزلت بقى بالسمسم بتاعنا، ومعايا معلقه بقى كده يعني بعوص المعلقه في الزيت، وبسوي فيها بالراحه كده علشان تفرد معايا وتديني شكل حلو كده منظم، يعني يكون الحلويات بتاعتنا كده تكون حلوه. لان طبعا لو المعلقه بتاعتنا مش متعصى زيت، الحاجات دي هتمسك في المعلقه ومش هتعرفي تسويها كويس. فبسوي بقى من الجناب كده وبعمل السمك اللي انا عايزاه. طبعا بقى يعني عايزه بقى تعملها مدور تعمليه صوابع، دي حاجه ترجع لحضرتك، دي حسب اللي انت عايزاه يعني. هرجع برضو احمص بقى الحمص معانا، ونفس ما عملت في السمسم هعمل في الحمص. يعني زي ما حمصت السمسم وحطيت عليه السكر، برضو هحمص الحمص وهحط عليه السكر، وهحط برضو في الجنب التاني من الصينية اهوت كده. انا حمصته، هنزل عليه برضو بكبشتين من السكر. هقلبه بقى كده في بعضه، وبعد كده احط في الجنب التاني من الصينية التانية، يعني في نفس الصينية اللي انا حطيت فيها السمسم احطه في الجنب التاني. وطبعا قبل ما الحلويات بتاعتنا ديت تبرد لازم نقطعها، عشان لو بردت هتمسك كلها ببعضها ومش هتعرفي تقطعيها، فلازم تقطعيها قبل ما تبرد، يعني تكون هي لسه دافيه كده وتروحي مقطعاها، وتسيبيها بقى تنشف براحتها في الصينيه لحد ما تيجي تنقليها في طبق التقديم. زي ما قلت لكم برده كده ايه، بنسوي برده بالمعلقه وتكون متعصه زيت كده علشان تسوي لنا السطح كده وتخليه حلو كده وناعم.
ونسوي بقى بالجناب كده ونسيبهم. طبعا هعمل معاكم برضو الحمصية السودانية زي ما عملت السمسم والحمص. هعمل السودان وهقطعهم بقى معاكم. هي طبعا هي لسه دافية فبقطعها بقى علشان ايه تكون سهلة معايا في التقطيع. يعني ما تسيبهاش لما تبرد خالص وتقطعوها، مش هتعرفوا تقطعوها لو سبتها بردت. لكن وهي دافية كده قطعوها وقطعوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. شايفين بقى يعني متماسكة وجميلة وحلوة وطلع صوابع جميلة مرتبة وزي الفل. وبرضو الحمص برضو عملته زي اهوت. هسيبهم بقى لما ينشفهم. طبعا عملتهم من بالليل واسيبهم لتاني يوم الصبح يا جماعة عشان ينشفوا كده وياخدوا ايه راحتهم. وبرضو ما كانش لسه نشفوا قوي يعني كان برضو محتاجين شوية. ده بقى السوداني اهوت عملته. هو السكر بتاعه طلع زيادة شوية. كان اخر سكر بقى اخر شويه في البوله حطيتهم كلها عليه. ده دلوقتي كده بقى وانا بحطهم في الطبق. ده كده بعد ما كان يعني ايه انا كنت عاملاهم العصر كده. عيالي طبعا ما استوروش عمالين يقولوا احنا عايزين نشوفها. قلت لهم ماشي استنى انقلها لكم يعني. فلقيتهم بقى كده لقيتها لسه طريه. كانت محتاجه شويه لسه انها تنشف. وطبعا يعني عايزه اقول لكم ان ده اول مره اعملها يا جماعه فيكفيني شرف المحاوله ان انا اول مره اعملها وتطلع بالحلاوه ديت. يعني بالله عليكم بقى كده تشجعوني وتقفوا جنب مني كده وتدعموني. وعايزه بقى الفيديو كده يوصل لاكبر عدد مشاهده ويا سيدي واكبر عدد من اللايكات. فيعني شجعوني كده بالله عليكم وقفوا جنب مني. طبعا انا كده حطيتهم بقى كانوا هما لسه زي ما قلت لكم تراي. هحطها بقى هجمعهم كلهم في الاخر وهوريهمكم في طبق التقديم. يعني حاجه كده بسيطه وجميله وحلوه وكفايه ان انت تعمليها بايدك لعيالك. عارفه ان نظافتها ومش مكلفه. يعني ما كلفتنيش حاجه. كلفتني الربع السوداني ب25، السمسم ب30، الحمص ب18، يعني كلهم 75 جنيه. وطبعا السكر موجود عندي في البيت. مفيش اكتر من كده. يعني حاجة حلوة ونظيفة واتمنى ان الفيديو بتاعنا يعجبكم. طبعا شايفين هي نشفت اهي. كانت الحمص يعني السمسمية هي اللي كانت نشفت قوي. لسه كان السوداني والحمص كانوا عايزين شوية بس يعني طالعين نتيجتهم حلوة وجميلة. وده بقى طبق التقديم انا لميتهم كلهم مع بعضهم اهمت. شايفين بقى الجمال والروعة. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايكات وتدعموني بالاشتراكات. وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو كده يشجعني فيها. شجعني يا رب كده واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.